السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ وإن شاء الله تكونوا بأحسن حال. معاكم عماني جيمر وبحلقة جديدة من كلاش اوف كلانس يا صاحبي. موضوعنا اليوم بالعنوان كيف تطور سورك بسرعة يا حبيبي. صراحة ناس كثيرين يعانون من سور القرية يا حبيبي. سور القرية تقريبا أصعب شيء بالنسبة لي أنا. السور أصعب شيء يا شباب. السور شيء مهم في القرية، يعني راح تشوفوا كثير يعني تاون هول ليفل مثلا 8 أو 7، سوره ليفل 5 تقريبا. نصيحة مني انك ما تطور بيتك الا مكس كل شيء. لازم هذه النقطة تكون عندك، انك تمكس كل شيء في القرية. يعني مثلا انا الحين مثلا سور ليفل 8، السور ليفل 8 لازم امكس السور ليفل 8. السور ليفل 8 مكس السور ليفل 8. المهم سلكولي تاون هول ليفل 8 امكس السور ليفل 8. تاون هول ليفل 7 امكس السور ليفل 7. واعرف ناس كثيرين السور دائما يبقوه اخر شيء. يعني مثلا انا الحين السور واحد بيقول لي اني السور راح اطوره اخر شيء. اول شيء لازم اطور الدفاعات. لا يا حبيبي وازن بين الدفاعات والسور. وعندي الحين يعني راح اعطيكم نقاط على شكل نقاط انك كيف تطور السور بسرعة. ومثل ما تشوفوا ما شاء الله الحين الموارد تقريبا فل عندي انا بفضل الله سبحانه وتعالى. وثاني شيء الكؤوس يا حبيبي. الكؤوس يا حبيبي، الكؤوس شوف الكؤوس 1280. خلي كؤوسك نازلة. تو هو 8 يعني كؤوسك خلها بين 1050 عفوا 1150 إلى 1250 1300. يعني ما تزيد كثير، ممكن تقلل شوي لكن خليك بين هذا العدد يكون أفضل لك. تمام. يعني نصيحة مني، إذا تريد تطور سورك بسرعة لازم تبقي عامل واحد فاضي. لازم هذه النقطة الأساسية، إنك لازم تبقي عامل واحد. أنا الحين مثل ما تشوفوا عندي عامل واحد فاضي، مع إني أقدر يعني أطور إلى الليفل 6، لكن عامل لازم ضروري. تريد تطور سور ضروري عامل يكون فاضي. هذه النقطة أساسية يا شباب إذا تريد تطور سورك. هذه النقطة الأساسية المهمة. طبعا شباب راح أتكلم الحين عن القناة التغيرات. خلنا نشيل هذه يا شباب. بالنسبة للقناة الله يسلمكم، القناة الحين فعلت خاصية اني اقدر انزل مقاطع اكثر من 15 دقيقة. يعني سابقا ما اقدر انزل اكثر من 15 دقيقة، فالحين اقدر انزل اكثر. فاتمنى تكتبوا العاب موبايل، العاب رعب. يعني في الموبايل عندكم العاب اعطوني اياه في الكومنت وان شاء الله راح البي طلبكم. مثل ما تشوفوا يعني شيء ضروري السور اهم شيء. يعني ممكن صراحة واحد انت مثلا انت جالس تبحث، مثلا حصلت تاون هول 8، السور ليفل 8، اتوقع انك راح تسحب عليها وما راح خلاص يعني ما راح يا حبيبي، خلاص ما راح تحاربها، راح تسحب عليها بتقول هذه صعبة. المهم يعني هذه الفكرة الأساسية لتطوير السور. بعض الناس والله يسحب السور عليه
يعني ما اعرف ايش السبب، ما اعرف يعني هم هل يعتقدوا ان السور شيء غير مهم؟ الصورة اهم شيء يا حبيبي، الصورة اهم شيء يعني. هي يعني مصدر اساسي القرية. يعني انا الحين لو واجهت سور ليفل 8 يعني تقريبا اسحب عليه يا حبيبي. شوف دم السور ليفل 7 كيف، 2500. لو طورت الحين سور ليفل 8 راح يصير 3000 نقاط الإصابة. يعني يا حبيبي العمالقة راح يا حبيبي راح يضيع وقتهم على تكسير السور. اكتبوا في الكومنت تصاميم كلاش على حسب يعني، اعطونا تصاميم كلاش اي شي تريدوا اكتبوا لي. نزل تصميم تاون هول 6، نزل تصميم تاون هول 8، نزل تصميم تاون هول 7، او اي العاب عندكم في الموبايل. المهم شباب، خليني اتكلم عن حاجة نسيت اقولها. مثل ما قلنا في ناس تسحب على السور اخر شيء. يا حبيبي السور مهم، وازن، طور دفاع، طور السور. طبعا الحكمة انك تخلي عامل واحد، تبقي عامل واحد فاضي، انك ما تطفش من اللعبة، ما تمل من اللعبة يا حبيبي. لا يعني. وثاني شيء هذا الشيء راح يفيدك يعني الحين بتقولي ايش راح يفيدني؟ راح يفيدك يعني راح يكون، شوف، انتزاع الذهب. بيكون انت عندك عامل فاضي، يعني انت مثلا انا الحين ما صار كان عندي عامل فاضي، ايش راح اسوي في اللعبة؟ مثلا انا راح اهجم يعني. يعني شوف اغلب المباني يومين 5 ايام، هذه اغلب مباني. والنقطة الاخيرة الحين راح تشوفوها الحين، راح اخبركم اياها بالتفصيل. الفكرة الاخيرة، الفكرة الاخيرة يا صاحبي، لازم ضروري اللي يصير لازم تخلي عامل فاضي للسوق. بعدنا لحد الحين ما وصلنا للفكرة. الفكرة يا حبيبي انك انت الحين تضرب عصفورين في حجر. بتقولي ليش؟ الحين يا حبيبي يعني بامكانك انت الحين لما تخلي عامل للسور فاضي، عندك شوف راح تزيد سرقة الذهب من عندك، راح تزيد سرقة الاكسير من عندك يا حبيبي. راح تدمر الجدران، هذا الشيء يعني المحطم من قاعة، يعني انت تستمتع وما تمل من اللعب. هذا الشيء يساعدك انك تجمع جواهر. يعني ممكن راح يزيدك من الانجازات. هذا الشيء جدا يفيدك، ويكون سريع تطوير السور. المهم يا شباب، اتمنى ما طولت عليكم. اذا استمتعت المقطع واستفاديت من المقطع، لا تنسى اللايك وتنشره في جميع التواصل الاجتماعي. اعطي اللايك والسبسكرايب، والمفضلة كان معك معماني جيمر. مع السلامة.